ليه روني ابو الكباتن بيكره محمد صلاح؟ الحكايه ليها سببين والاتنين هيصدموك جدا. روني ابو الكباتن نجم اليونايتد ومنتخب انجلترا السابق كان طالع الفتره الاخيره ودايما بينتقد محمد صلاح بتصريحات مثيره للجدل. محمد صلاح فعلا مستواه الفتره الاخيره متراجع وده خلى كل النقاد واللاعبين المعتزلين يدوسوا عليه شويه في التصريحات، بس مش ده السبب اللي انا جاي اقوله لك النهارده. السبب الاول، روني طول عمره عدو ليفربول، لعب لايفرتون وبقى اسطوره مانشستر يونايتد، يعني تربى على كره الاحمر ليفربول من الاساس. وصلاح طبعا زي ما انت عارف ابو الكباتن بقى ايقونه ليفربول، 8 سنين ابو الكباتن بيكتب التاريخ وكسر الدنيا ما شاء الله. اما عن السبب الثاني والاقوى، ان محمد صلاح بيكسر ارقام روني واحد ورا الثاني، يعني بقى اكتر لاعب سجل وصنع في ماتشات مختلفه ب 37 قدام روني اللي هو عنده 36، وكمان عدى مساهمات روني التهديفيه مع نادي واحد وفاضل رقم قياسي واحد لو محمد صلاح حطمه ممكن روني ينتحر، وهو ترتيب هدافي البريمير ليج التاريخيين. صلاح ابو الكباتن فاضل له 18 هدف ويعدي روني، فهل محمد صلاح هيقدر يكسر اخر رقم قياسي الروني قبل ما يرحل على ليفربول ولا هتكون صعبه؟